ما احنا عايزين نعرف مين ممثل اسم مصر، هل هو شخص ولا دولة؟ لو شخص بيبقى اتحاد الكورة. بص على اللعيبة اللي كانت موجودة النهاردة في الملعب، هتلاقي تلات ارباعهم قرايبه ونسايبه، تلات ارباعهم بيلعبوا في نادي تاني قرايبه ونسايب الناس اللي بقى كلها كده. اتنين تلاتة بس اللي عندك في المنتخب كله اللي هم جايين من الشارع، ما لهمش واسطة. محمد صلاح جاي من دورة بيبسي للمقاولين العرب للاحتراف في اوروبا، جاي من الشارع. عندك عمر مرموش نفس الكلام، عندك مصطفى محمد نفس الكلام، عندك امام عاشور نفس الكلام. مين تاني في اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده مش قريب ونسيب عائلات اتحاد الكوره ورابطه الانديه والمنظومه الرياضيه في مصر؟ هل العائلات دي هي مصر ولا مصر حاجه تانية؟ ده احنا عايزين نعرفه. انا حقيقي مش لاقي كلام اقوله على اللي حصل من اتحاد الكوره ورابطة الأندية ووزير الشباب والرياضة والمسؤولين عن قطاع الناشئين في الأندية المصرية، إن هم يوصلوا منتخب مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده. الناس دي لازم تتغير حالا. الناس دي انت عندك فترة 4 سنين ما انتش موجود على الساحة، فالمفروض ان انت تجيب لعيبة من سن 20 سنة متعلمة كورة، عندها تأسيس كورة صح، وتبدأ تشتغل عليهم وتوفر الفلوس اللي تندفع للعيبة دي وتوقف النشاط بتاعك لمدة 4 مواسم. كده بقى نروح كاس عالم ونرفع ونشرف اسم مصر.